السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معاكم النهاردة في وصفة جديدة. هنقدم النهاردة مكرونة بشاميل. مكونات الوصفة: مكرونة، لحمة مفرومة، بصل متقطع برنواز، بشر جزراية، بشر طماطماية، معانا زبدة، فصين توم، مكعبين مرق، بهارات مشكلة، فلفل أسمر، كزبرة، بابريكا، زنجبيل، ملح وزعتر، ومعانا لبن ودقيق وجبنة موتزاريلا، ومعانا مية بتغلي عشان نسلق المكرونة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا دلوقتي المية غليت، فيها ملح وشوية زيت. هنبدأ ننزل بالمكرونة. هنسلق المكرونة ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما المكرونة بقت 3/4 سوا. دلوقتي هنبدأ نعصج اللحمة زي ما حضراتكم شايفين. جبنا طاسة فيها مادة دهنية، زيت، زبدة، سمنة، أو الاتنين مع بعض. وهنبدأ ننزل باللحمة المفرومة. هنبدأ ننزل بيها مرة واحدة كده مع التقليب لحد ما تغير لونها. زي ما حضراتكم شايفين كده اللحمة غيرت لونها خالص. هنبدأ ننزل عليها بالبصل. هنقلبها تقليبتين. ننزل بالجزر، وهننزل بفص الثوم، وهنديها التوابل. زي ما حضراتكم شايفين كده نزلنا بالتوابل كلها وهنقلب. وهننزل بمكعبين المرقة. وهنستنى على ما البصلاية تدبل شوية، وهنخلي بشر الطماطم في الآخر. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين بعد ما البصل والجزر دبل شوية هننزل بالطماطم ونسيبها تكمل سواها زي ما حضراتكم شايفين. اللحمة استوت، وده المنظر الشكل النهائي بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. هنرفعها ونبدأ نعمل البشاميل. اللبن بتاع البشاميل حطيناه على النار يغلي، هنتبل اللبن بشوية بهارات مشكلة، سنة زنجبيل، سنة قرفة، سنة فلفل أسمر، ومكعب مرق. وهنحط فيه مكعبين زبدة زي ما حضراتكم شايفين. طيب كله هيقول طب ده مش بشاميل اللي احنا بنعمله. احنا هنقدم لحضراتكم البشاميل بطريقة جديدة، اللي هو بدل ما نحمر الدقيق في الزبدة، لا احنا حلينا الدقيق زي ما حضراتكم شايفين كده بشوية زيت لحد ما بقى عمل زي الكريمة. ولما اللبن بتاعنا يغلي هنبدأ ننزل بيه واحدة واحدة لحد ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. حضراتكم شايفين اللبن بتاعنا بدأ يغلي، وهنبدأ ننزل عليه بالدقيق اللي احنا حلينه واحدة واحدة لحد ما ناخد القوام اللي احنا محتاجينه. وطبعا طول ما البشاميل على النار هيبدأ يتقل نخلص. ورجعنا لكم تاني بعد ما البشاميل استوى، وده الشكل النهائي، وخدنا القوام اللي احنا محتاجينه من البشاميل. طبعا انا سايبه خفيف شوية عشان احنا مش مسويين المكرونة على الاخر، فلسه هياخد وقت مع البشاميل مع المكرونة في الفرن. ونقفل
المكرونة ونرجع لكم تاني هنشوف هنقفلها ازاي. دلوقتي هنقفل المكرونة زي ما حضراتكم شايفين. هناخد كمية من البشاميل ونفردها في أرضية البايركس زي ما حضراتكم شايفين، وهناخد كمية برضو من البشاميل نحطها على المكرونة. هنقلب المكرونة كويس. في ناس بتحب تبقى طبقة مكرونة وطبقة لحمة وطبقة تاني مكرونة. أنا بحب أفضل إن نقلب المكرونة على اللحمة. هناخد وممكن نعمل برضو ناخد كمية بسيطة نقلبها مع المكرونة. زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ ننزل بنص الكمية طبعا عشان احنا محطناش كمية اللحمة كلها، فهنفرد نص كمية المكرونة زي ما حضراتكم شايفين، وهنرجع نحط كمية عصاج تاني. هنفرد العصاج زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده. وهنبدأ ننزل بباقي كمية المكرونة. طبعا بنراعي ان المكرونة كلها تبقى مستوية، مفيش حتة عالية وحتة واطية عشان يبقى السوا كله واحد. هنبدأ دلوقتي ننزل بالبشاميل على وش البايركس لحد ما نقفله ومفيش مكرونة تبقى باينة. وده شكل النهائي ما طلعت من الفرن. ونشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.